انا زهقت، لازم اخلصه النهارده. اكيد كده مش هلحق، مفيش وقت، بيعلق جامد، لازم اسلمه في الميعاد. مفيش وقت، مش مكمل. بص، انا عارف انك ممكن تكون بتقعد بالساعات تمنتج في فيديو، بتظبط الالوان، بتحط المؤثرات، بتراجع تاني وتالت، وفي الاخر بترفع فيديو على المنصة اللي انت شغال عليها وبتفضل تستنى، ومع الوقت بتلاقي ان المشاهدات لسه في الصفر او اقل من اللي تستحقه بكتير. وساعتها بتسأل نفسك، هو انا بعمل حاجة غلط؟ هو انا بعمل حاجة غلط؟ مش مهتم، هو الفيديو مش حلو؟ لكن الحقيقة المشكلة ابدا ما كانتش فيك ولا في المحتوى اللي بتقدمه، المشكلة في الطريقة اللي بتقدم بيها المحتوى ده. في الفيديو ده هديك ستايل مونتاج ناس كتير جدا بتستخدمه من غير ما تاخد بالها حتى، لكن لما تبدأ تطبقه بنفسك ساعتها هتبتدي تشوف الفرق. مش جاي اقولك اعمل كذا بالحرف، انا هقولك الفكرة واسيبك تطبقها بطريقتك. تفتح افتر افكت وتعمل نيو كومبوزيشن، تأكد انها 1080 في 1920، وبعد كده تضيف الصورة اللي انت اخترتها وتروح تدور على افكت اسمه تنت. الافكت ده بيخلي الصورة تظهر باللون الابيض والاسود. بعد كده كليك يمين، نعمل نيو ونختار سوليد جديدة، نتأكد ان السوليد فوق الصورة ولكن نخفيها عشان نشوف الشكل اللي تحتيها. وبعد كده نطلع نختار البنسل ونحدد الماسك، ومش لازم أن يكون الماسك بيرفكت قوي لان هو مش هيفرق قدام. وبعدها ترجع تظهر السوليد مرة تاني وتروح للماسك وتعلي في الفيزر، وممكن تقلل في الاكسبنشن شوية لحد ما توصل لشكل يعجبك، وندوس تي عشان نظهر الاوباسيتي ونقللها شوية عشان برضك الشخصية تكون ظاهرة. وعشان الامور تبقى واضحة وتسهل على نفسك شوية تقدر تخفي الباك جراوند لحد ما توصل لشكل يرضيك. وما تنساش تربط السوليد بالصورة وتعمل سيلكت الاثنين وتفعل لهم ال3 دي. بعد كده حدد البوزيشن والسكيل للصورة اللي عايز تظهرها في وضعية الفيديو، بتضغط اس عشان تفتح السكيل وتضغط بي عشان تحدد البوزيشن. بعد كده كليك يمين ونعمل نيو ونفعل الكاميرا، بس نتاكد ان الكاميرا معموله على 1 نود كاميرا. ولو محتاجين حركه الكاميرا تبقى اسلس شويه فنعمل نيو ونضيف النل. هنعمل نل على قد ما نقدر، ان احنا هنحتاج واحد نل قصاد كل حركه من الكاميرا. وبعد ما نضيف النل هنعمل لهم سيلكت ونفعل لهم ال3 دي ونربطهم كلهم بالكاميرا بالطريقه دي. بعد كده هنعمل سيلكت على النل الاولى وندوس بي عشان نفتح البوزيشن، هنتحرك قدام شويه وتبقى دي كده حركه الكاميرا الاولى. هندوس شيفت ار عشان نفتح بقيه الاتجاهات ونفعل لهم كلهم كي فريم، ونرجع لبدايه الفيديو ونحرك شويه في البوزيشن بحيث ان الشخصيه تبان ان هي جايه من قدام لورا او كأن الشخصيه جايه من ورا الكاميرا. حاول تظبط الكاميرا على الوضعيه اللي تريحك، وبعد كده اعمل سيلكت للكي فريم ودوس F9 وروح للجراف اديتور وخلي شكل المنحنى بالطريقه دي بحيث انه يكون سريع في البدايه ويبطأ في الاخر. وده شكل النتيجه بعد ما عملنا الحركه الاولى للكاميرا. بعد كده نروح نيو ونضيف سوليد ونتاكد ان هي باللون الابيض، وناخد السوليد نخليها اخر حاجه قبل الصوره. وبعد كده اتحرك كام فريم من البدايه وادوس تي عشان افتح الاوباسيتي واعمل كي فريم، ونتحرك كام فريم كمان. بعد كده نقلل الاوباسيتي شويه. ودي كده النتيجه بعد ما ضفنا السوليد البيضاء. حاليا احنا محتاجين ان احنا نعمل تكست الجليتش، فهنروح ونفتح نيو كومبوزيشن، ولكن المره دي هنغير في حجم الكومبوزيشن ونخليه 1920 في 400. هنروح ونعمل كنترول تي عشان نضيف التكست. هنضيف التكست اللي انت هتكتبها في نص الفيديو، وبعد كده تروح للتكست وتعمل انيميشن وتضيف الاوباسيتي. هتقلل الاوباسيتي لحد الصفر، وبعد كده تفتح الرينج سيلكتور وتعمل كي فريم على الستارت وتتحرك قدام شويه، وبعد كده ترجع للستارت ال100. هتعمل سيلكت على الكي فريم وتدوس F9 ويطلع معاك بالشكل ده. بعد كده تختار ادفانسد وتنزل للرانديوم وتخليها من اوف لاون. بعد كده تروح لانيميشن مره تاني وتضيف التراكنج. هتروح لتراكنج اماونت وتعمل لها كي فريم وتخليها في البدايه -60. بعد كده تحرك نفس الكي فريم اللي اتحركته في الاوباسيتي وترجعه للصفر، وتعمل سيلكت للكي فريم وتدوس F9 وتروح للجراف اديتورز، وهتعمل شكل منحنى بالشكل ده. ودي هتكون النتيجه معاك في الاخر. هنعمل كنترول دي للتكست بحيث ان احنا ناخدها كوبي ونظبط البوزيشن بتاعها ونغيرها للتكست اللي احنا عايزينه. وده كده كان شكل النتيجه للتكست بعد ما ظبطنا لها الاوباسيتي والتراكنج. هنروح ونعمل كومبوزيشن جديده، ولكن المره دي هنخلي العرض 5000 وهنخلي الطول 1080. هندوس كليك يمين ونعمل نيو ونضيف سوليد جديده. بعد كده نروح نبحث عن افكت فراكتيكال نويز ونضيفه للسوليد، ونروح لعدات الافكت ونخلي النويز تايب لبلوك ونخلي دي 400 واللي تحتيها -40. وبعد كده نختار الترانسفورم ونلغي الانفورم سكيلينج ونخلي دي 150 ونعمل الكومبلكسيتي على 3. وبعد كده ننزل للسوليد ونروح للافكت ونختار ايفولوشن اوبشن ونروح للراندوم سبيد. كليك يمين ونختار ايديت ونكتب في الكود تايم نجمه 6. وده الشكل اللي يطلع معانا جميل، ولكن في احسن. ممكن نبحث عن افكت ورب ونضيفه للسوليد، وتروح لاعدادات الافكت وتخلي التايب سموزي نويز وتخلي الطول 20 والعرض 80 والدايركشن تخليه على الصفر. وده الشكل بعد ما ضفنا افكت الورب. دلوقتي هنروح نعمل نيو كومبوزيشن ونتاكد ان هي 1920 في 1080، ومن البروجكت نختار النويز والتكست ونضيفهم في الكومبوزيشن الجديد، ونخلي التكست فوق النويز ونحاول ان احنا نصغر النويز شويه بحيث ان هي تكون مغطيه
مغطيه التكست بس، ونخفي بعد كده النيوز ونروح نضيف شيب لاير ونخليها تكون قبل التكست، ونتاكد ان احنا عاملين سيلكت على الشيب لاير ونحدد بالشكل دوت. حاول انك تطلعه على شكل مستطيل ويكون مغطي التكست كله، ونبحث عن افكت سي بول ونضيفه للشيب لاير، ومن الاعدادات نروح للسايز ونغيرها ل 40. هيطلع معانا الشكل ده، ونحاول ان احنا نظبطه على التكست. نقص الشيب لاير ونرمي الجزء الاول، وبعد كده نتحرك كام فريم ونقص الشيب لاير مره تاني، وكام فريم كمان ونقصها مره تالت، ونروح للجزء التاني والتالت من الشيب لاير ونغير الشكل والمكان بنفس الطريقه دي. المهم ان هو يكون مغطي على التكست، ودي النتيجه بعد ما عدلنا على الشيب لاير. مش لازم تكون بيرفكت لان هي بعد كده مش هتبان. ونتحرك كام فريم من البدايه ونعمل سيلكت على التكست وندوس اس عشان نفعل السكيل، وبعد كده نعمل كي فريم، بعد كده ندوس كنترول زائد الت وندوس على الكي فريم اللي احنا عملناها، ونتحرك كام فريم كمان ونزود في السكيل وليكن مثلا 120، ونتحرك كام فريم كمان ونخفضها توصل لمثلا 65، والكي فريم الاخيره نرجعها للسايز الاصلي واللي هو 100، وبعد كده نروح كليك يمين نعمل نيو ونضيف الادجستمنت لاير، وبعد كده نروح نبحث عن افكت ديسبيسمنت ماب ونضيفه للادجستمنت لاير، ونروح لاعدادات الافكت ونغير الماب لاير ونختارها للكومبوزيشن اللي فيها النويز، ونغير الريد نخليه الاختيار ده، وننزل للماكس فيرتيكال ونخليها 0، ونرجع لبدايه الادجستمنت لاير ونخلي هنا الماكس 75 ونفعل كي فريم، ونتحرك كام فريم كمان لحد مثلا اخر الجليتش ونرجعها تاني للصفر، نعمل سيلكت على الكي فريم وندوس اف 9، وده كده الشكل اللي طالع معانا جميل. ولكن بردك ممكن ان احنا نضيف له حاجه تانية، فهنروح نعمل نيو ونضيف ادجستمنت لاير جديده، ولكن المره دي هنقصها على اخر جزء من الجليتش، ونروح نبحث عن افكت ويرب مره تاني ونضيفه الادجستمنت لاير، ونخلي اعدادات الجليتش 20 40 0، ودي النتيجه بعد ما ضفنا الافكت التاني. على ما اعتقد كده افضل بكتير من الاول. بعد كده ندوس كنترول اي عشان نحدد الكل، ونضغط كنترول سي عشان نخليهم كلهم في كومبوزيشن واحد، ونغير المود من نورمال لاد، ونبحث عن افكت شيفت شانل، نضيف الافكت للكومبوزيشن، ونروح لاعدادات الافكت ونخلي الالفا موجوده والريد موجود والباقي هيبقى فول اوف، ونعمل كنترول دي للكومبوزيشن، ونروح للكومبوزيشن جديده ونعمل فول اوف للريد، ونعمل الخيار اللي بعده لجرين، ونعمل كنترول دي للكومبوزيشن تاني، ولكن المره دي هنرجع المود للنورمال، ونخلي اخر حاجه على بلو ونقفل الجرين، وننزل للكومبوزيشن ونحرك كل واحده فيهم واحد فريم بالشكل ده، وبكده ده يبقى الشكل النهائي لجليتش التكست. ونرجع للكومبوزيشن الاصل ونضيف جليتش التكست. حاول انك ما تعملش زيي وخلي كل كومبوزيشن باسم عشان ما تتوهش. بعد ما ضفنا الكومبوزيشن هنحدد مكانها، وما تنساش انك تفعل لها ال 3 دي، وكمان خلي الكومبوزيشن تكون تحت الصوره عشان لو حصل اي تداخل ما بين الاثنين تكون الصوره هي اللي اخذه الاولويه عن التكست. اظبط البوزيشن والسكيل وكمان توقيت ظهور التكست لان ده بيبقى على حسب موعد الجمله. وفاضل حته اخيره وهو ان احنا نضيف له تاثير الجلو. نروح لاعدادات الافكت ونلعب فيها شويه لحد ما نوصل لنتيجه ترضينا. حاليا هنحتاج ان احنا نعمل نفس الموضوع تاني بالنسبه لتكست الجليتش، ولكن المره دي هيبقى اسهل شويه لان احنا نقدر ناخد كوبي بيست من اللي احنا كنا شغالين عليه قبل كده، فالموضوع مش هياخد نفس توقيت المره الاولى. وده كده الشكل النهائي بعد ما ضفنا التكست للفيديو. حاليا هنروح نعمل نيو كومبوزيشن، ولكن المره دي هنضيف صوره بدل التكست. ما تقلقش يا معلم، الموضوع مش هياخد منك كتير لانك هتاخد كوبي بيست بنفس طريقه التكست بالظبط. وبعد ما تجهز الصوره هتروح تضيفها للكومبوزيشن الاصليه، وما تنساش انك تفعل لها 3 دي وتكبر السكيل بحيث ان هي تكون ظاهره خلف الصوره، وتروح تضيف لها تاثير الجلو وتلعب في اعدادات الافكت شويه لحد ما توصل لشكل يعجبك. في تاثير بسيط ممكن نضيفه للفيديو هيفرق جدا، وهو ان انت تعمل ادجستمنت لاير وتروح تبحث عن الافكت دوت. الافكت بصراحه اسمه طويل جدا ولكن هو بيبتدي في ار، حاول انك تدور عليه وتضيفه الادجستمنت لاير. وزي ما انت شايف كده ده تاثير الافكت على الفيديو. حاول انك برضك ما تتمداش فيه جدا، ودي كان بالنسبه لي افضل اعدادات انا لقيتها. وبعد كده هنروح نضيف الصوره الاخيره واللي هي صوره المخ اللي موجود في الفيديو، ونحرك البوزيشن بتاعه ونصغر السكيل شويه بحيث ان هو يكون متناسق مع الشخصيه اللي موجوده في الفيديو، وناخد الافكت كنترول سي اللي كنا لسه ضايفينه الادجستمنت لاير ونروح نوديه للمخ كنترول في. عادي جدا ممكن تلعب في اعدادات الافكت لحد ما توصل لشكل يرضيك، ونبحث عن افكت تيربلنت ديسبليس ونضيفه للصوره، ونروح لاعدادات الافكت ونخلي الاماونت 16 والسايز نخليه 19، وننزل هنا نخلي دي 2 ونحرك دي شويه، وبعد كده نتحرك كام فريم من الصوره ونفعل له كي فريم، ونتحرك كام فريم كمان وبعد كده نقللها شويه، ونروح نبحث عن الافكت دوت ونضيفه لصوره المخ، ونعمل سيلكت للسنتر بوينت ونحددها في نص الصوره، ونتحرك كام فريم من بدايه الصوره ونفعل كي فريم للانجل، ونرجع لبدايه الصوره ونخليها 180 ونعلي في الراديوس شويه، ونعمل سيلكت للكي فريم وندوس اف 9 ونروح للجراف اديتورز وبرضك نعمل نفس شكل المنحنى، ونعمل سيلكت لصوره المخ وندوس كنترول شيفت سي عشان نعملها في كومبوزيشن لوحدها. ممكن يحصل تغيير في تاثير الافكت الاخير اللي انت ضفته للصوره. عادي جدا تعمل نفس اعدادات الافكت وحاول انك تظبطها مع الكومبوزيشن الجديده. وده كده الشكل اللي طالع معانا، وممكن ان انت تحسنه شويه عن طريق انك تضيف له الجليتش اللي كنت ضايفه على الصوره اللي ورا. حاليا محتاجين ان احنا نعمل ظل على الشخصيه مع ظهور صوره المخ، فهنعمل سيلكت على السوليد السوداء اللي مربوطه بالشخصيه وندوس تي عشان نفعل الاوباسيتي ونعمل كي فريم قبل ظهور المخ، ونتحرك كام فريم كمان ونرجع الاوباسيتي ل 100، ونروح للماسك
ونفعل كي فريم هنا وهنا ونتحرك نفس اللي اتحركناه في الاوباسيتي ونقللهم شويه، وبعد كده نعمل سيلكت على كل الكي فريمات اللي عملناها وندوس F9 ونروح للجراف اديتور ونخلي شكل المنحنى بنفس الشكل اللي ماشيين عليه. دلوقتي محتاجين ان احنا نعمل الكفر الاسود اللي بيغطي على الشاشه اللي واخد شكل فينوم، فهنروح قبل الكاميرا ونعمل نيو ونختار شيب لاير ونختار من فوق البنسل، وما تنساش انك تغير اللون للون الاسود، وبعد كده هنعمل ماسك بالشكل ده، وما تنساش انك تقص الشيب لاير عند بدايه الجزء اللي محتاجه تظهر فيه، ومن الشيب لاير بنعمل اد ونضيف التاثير ده، ومن سايز التاثير هنعليه شويه مثلا في حدود من 200 ل 300. سيلكت على الشيب لاير وكنترول شيفت سي عشان نعملها في النيو كومبوزيشن، دبل كليك على الكومبوزيشن الجديده، وعشان نسهل على نفسنا هنخفي الباك جراوند، ندوس ار عشان نفتح الروتيشن ونميلها شويه بالشكل ده ونسحبها لفوق عشان من هنا هتكون البدايه، ونعمل كنترول دي عشان ناخدها كوبي ونقلب الروتيشن نخليه يكون الاتجاه المعاكس، وبعد كده نفتح البوزيشن نعمل كي فريم ونحركها لحد الجزء اللي احنا عايزينها توصل فيه، وهنعمل نفس الحركه مع الشيب لاير الثانيه، ولو في جزء مش مغطي الشاشه فهنروح للبنسل ونرجع نغطيه، ونرجع للكومبوزيشن الاصل ونبحث عن افكت تيربولنت ديسبليس ونضيف الكومبوزيشن الشيب لاير، ونروح لاعدادات الافكت ونخلي الاماونت من 60 ل 65 والسايز من 130 ل 140 ونخلي دي على اعلى حاجه، ودي النتيجه بعد ما عملنا الكفر للشاشه. هنضيف التكست الاخيره بنفس نظام التكست اللي كنا ماشيين عليه واللي هو جليتش التكست، ونظبط توقيت ظهورها في الفيديو. حاليا هنروح للجزء السهل واللي هو جزء الكاميرا، مش هندخل في تفاصيل كتير لان دوت محتاج فيديو لوحده. الموضوع سهل، كل اللي عليك انك تروح لكل نل وتدوس بي، بعد كده شيفت ار عشان تفتح كل الاتجاهات، بعد كده تفعل لهم كي فريم وتحرك فريمات قدام وتعدل على الشكل اللي يعجبك. ومن مميزات الفيديو ده انك مش لازم تكون بيرفكت قوي في الاتجاهات اللي انت بتعملها، لان كده كده الفيديو سريع فالحاجات دي مش بتشاف غير لحظات بسيطه، فعادي اغلط وتعلم لحد ما توصل لحاجه ترضيك. وبس يا معلم، بكده نكون وصلنا لاخر الفيديو. ما تنساش تقولي رايك في الكومنتات وتشترك معانا عشان يوصلك كل جديد، ولايك للفيديو لو عجبك. اشوفكم الفيديو الجاي وسلام.